السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمالك ضد المنطق. زمالك المعجزات. الزمالك بيكسب بيراميدز النهارده 1-0. نتيجة مستحقة بكل تأكيد. ما كانش ينفع نتعادل ولا نتغلب. احنا كنا أحسن طوال ال 90 دقيقة. كنا أحسن بتشكيلة البداية، كنا أحسن في تغييراتنا، كنا أحسن في الفرص اللي ضاعت، كنا أحسن في كل حاجة، في كل حاجة كنا أحسن. مكسب مستحق مليون المية. عرفنا نوقف كل خطورة بيراميدز، عرفنا ما بيراميدز ما لعبتش كورة النهارده. بيراميدز ما جاتش. هقول رأيي كده في السخان عن الماتش، وبرضه ايه، نختلف ونتفق عادي، دي كورة يعني. معتمد جمال النهارده بالنسبة لي احسن ماتش لعبه في حياته من ساعة ما بدأ يدرب في كاريره التدريبي، من ساعة ما بدأ يدرب. بالنسبة لنا شايف ان التشكيلة اللي بادئة ما فيهاش ولا غلطه، مع ان دايما كان عندي تحفظات ان عبد الله السعيد يبدا، بس النهارده عبد الله السعيد قال لي لا يا معلم، انت مين؟ انت ده انا عبد الله السعيد. بجد 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 كنا احسن في كل مجريات الماتش. معتمد جمال ومحلل الاداء اللي معاه عرفوا يوقفوا خطوره بيراميدز حرفيا. التغييره بقى بتاعت محمد السيد وشيكو بانزا دي تغييره اسطوريه. معتمد جمال ماتشين كده ورا بعض ولا ثلاث ماتشين، ماتش الحرس وماتش النهارده، عمل تغييرتين اسطوريتين. تغييره فتوح في ماتش الحرس، والتغييره بتاعت شيكو بانزا. شيكو بانزا النهارده برضه بيكسفني. شيكو بانزا النهارده عمل ماتش خيالي، ماتش خيالي من ساعه ما نزل، من اول الدقيقه 45 لحد الحكم مصفر. شيكو بانزا اسطوري النهارده. كان بيقطع وبيغل وبيرجع يدافع وبيبني الهجمه وبيجري. وفي كرة عملها الاخوان بزيرة اللي شاطها دي ضعيفه، يا بزيرة، يا بزيرة انت جامد قوي، انت لعيب جامد جامد جدا. بس اللي عندك حته تطويله كده لو تبطلها. انت ضيعت النهارده كوره في اول الماتش، دي بتاعتك جون، دي بتاعتك جون، دي ما فيهاش كلام. اللعيب المزعج الوحيد اللي عندنا، لعيب اسطوري. بزيرة ده لعيب جامد قوي، لعيب جامد قوي. تسلم العين اللي شافتك يا ابني وجابتك. مش عارف الناس جت عليها فتره كانت بتشكك فيه ازاي، يعني كانت بتشكك في بزيرة ده ازاي. وجه فتره كان وحش، نقول ان هو وحش، مش نقول ان هو لا يصلح للزمالك، لا هو كان مستواه واقع، نقول مستواه واقع. بس هو عنده كتير، وهو كل يوم بيثبت ان هو عنده كتير كمان. شيكو بنزا النهارده كان جميل. ناصر منسي كالعاده جامد، بس في كام كوره كده انن فيهم ناصر في الشوط الاول، يعني لو باصه جون. يعني ناصر منسي الشوط الاول انن في كام كوره كده لو باصه جون. محمد اسماعيل ومحمد ابراهيم وحسام عبد المجيد وبنتايج، خط دفاع النهارده اسطوري، ولا غلطه ولا غلطه. خط دفاع جامد. محمد اسماعيل وبنتايج النهارده مالهمش حل، مالهمش حل. محمد شحاته النهارده جامد قوي قوي. عبد الله السعيد ملوش حل. احمد ربيع من ساعه ما نزل كساحه الغام. احمد ربيع كساحه الغام. عبد الله السعيد النهارده جميل. محمد السيد النهارده كان يعني مش ده محمد السيد، وكان عمال يتزحلق كتير. بس كتوتال، لا الزمالك النهارده عظيم. الزمالك يستحق المكسب، يستحق يركب على الدوري. الزمالك بيلعب برجوله رغم قله الامكانيات وقله الفلوس ووقف قيد ومشاكل. انا بنافس، انا ما بقولكش ان انا هاخد الدوري، انا مش هاخد الدوري يعني، انا بنافس. ده لوحدها انجاز كبير. في ظل المشاكل دي كلها انا بنافس. انت عارف يعني ايه انا بنافس؟ ده يا باشا، ربع ازماتي لو عندك، انا بقول لك انت مش هتعرف تنافس زيي. انا يا باشا ضد المنطق، انا ضد العقل، انا ضد اي حاجه انت عارفها. انا الزمالك النهارده، الزمالك ابدع ومتع. الزمالك عمل كل حاجه النهارده عشان يكسب. النهارده الزمالك عمل كل حاجه عشان يكسب النهارده. آه بجد نستحق المكسب، نستحق الفوز. كنا كويسين قوي. النهارده عرفنا نطلع بالكوره صح. الكرات الطوليه النهارده كانت قليله. حجمنا بيراميدز قوي، حجمنا بيراميدز قوي 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 قوي. النهارده مايلي ما كانش باين، الشيبي ما كانش باين بسبب ان معتمد جمال، الله اكبر عليك يا معتمد. البدايه بتاعت بنتايج وفتوح فوق بعض دي، كاد اجزم مليون المية ان هو عاملها عشان يوقف خطورة الشيبي ومصطفى فتحي. هو محلل الاداء اداله الماتش، تحس ان اللعيبه نازله هي حافظه هتعمل ايه، ما بيفكروش احنا هنعمل كذا 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 هنكسب. هم تحس ان هم لعبوا الماتش ده امبارح لما قعدوا مع معتمد ومحلل الاداء شرح لهم الماتش هينزلوا يعملوا ايه. بجد بجد، لا لا لا. والتغييره بتاعت انا لسه متكلم عليها، التغييره بتاعت محمد السيد ونقله فتوح لنص الملعب دي جامده جامده. هو فتوح نص فتوح يلعب وينج، يلعب نص ملعب، يلعب سيرد باك، يلعب في اي حته في الملعب. فتوح لما بيبقى رايق. بس في كوره زعلتني منك قوي فتوح اللي انت شطها دي، انت لو كنت ركنتها فتوح هتجيبها جون. زعلان منك ان انت حريف. دي كور الحريفه.
يعني الكور دي بتاعت الحريف يا فتوح، انت راجل حريف واحنا عارفين، وانت عارف امكانيات نفسك. يلا الحمد لله، احنا نستحق نكسب اكتر من واحد، احنا المفروض نكسب 6 5، مش ببالغ والله. هاتوا الفرص وشوفوا الهجمات اللي الزمالك ضيعها. لا وحكم المباراه انا اصلا من ماتش البنك وانا ما بحبوش. انا الحكم ده من ماتش البنك وانا ما بحبوش. النهارده طرد مستحق لكريم حافظ. لو مش على كوره شيكو بنزا فهو كان في انذار قبلها برضه على شيكو بنزا. يعني هو يستحق طرد مرتين. كان في كوره قبلها شيكو بنزا ياخد عليها انذار، واللي هي تستحق الطرد دي اللي اداله فيها انذار كان برضه المفروض يطرد، مع ان دي طرد مباشر. البيلن حكم الفار كان ناقص يبوس ايده عشان يحسبها. هي باينه من اول ما تيجي تبص على الفار، هي باينه مش مستاهله انك تاخد فيها دقيقتين 3 اصلا، مش محتاجه 30 ثانيه. وبرده في تدخلات ما كانش عارف يحمي شيكو بنزا بجد. ما كانش عارف يحمي شيكو بقى، ما كانش عارف يحمي بتزيرة يا جدعان. هيطلع ميتين اهله في الدوري عندنا. احنا ما بنحبش اللعيبه الحريفه، اللعيب الحريف بنقرفه، بنقعد نكسر فيه، بنقتله. نفس اللي عمله كوكا، قال لك كوكا وقف بتزيرة، وهم اصلا بيلعنوا سلسبيل كوكا. انت فاهمني؟ كوكا واقف بتزيرة فين؟ الكورتين اللي عرف ياخد منهم راح له بوشه، رقصوا فيهم. هو كوكا لعب ماتش ناشف على بتزيرة، خرجه بره الماتش، قعد يضرب فيه. هي دي مشكلتنا هنا. برضو الواد يعقوب بتاع ماتش البنك برضو طلعوه بره الماتش بسبب الضرب فيه. احنا ما بنحبش اللعيبه الحريفه هنا في مصر. اي لعيب حريف موته. مش عارف ايه المشكله مع لعيب حريف، هلعبه يا عم واعرف اوقفه، مش هموته، مش هبطله كوره. كريم حافظ النهارده كان هيبطل الواد كوره، واحمد سامي كان هيبطلوا كوره. في ايه يا جدعان؟ ده عيل لسه صغير 22 سنه، هو جامد. هو لعيب جامد قوي بصراحه، هو لعيب مشكله. خطورتنا الوحيده من عنده. عارف لو خط الهجوم دوت سريع مع الواد ده هيفرق معانا جامد قوي. الواد تحس ان هو سرعته وفكره سابق العيال اللي حواليه بجد. انا يعني احنا النهارده معتمد جمال نزل محترم بيراميدز قوي، ونزل قفل صح، ما فتحش الملعب ويلا نهاجم. لا 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 لا، راسي رايق، تعالوا انا هاخدكم على حجري وهعمل اللي انا عاوزه. وطلع بالماتش بالنتيجه اللي هو عاوزها. هو ده الزمالك من رحم المعاناه بينتصر. الزمالك ضد المنطق بظل الازمات دي. تعالى يعني انت لو عديت ازمات الزمالك ومشاكل الزمالك مش هنخلص، ممكن نعدها لحد بعد بكره. تاني وتالت، انت هتقول لي انت لسه ما خدتش الدوري. يا عم انا عارف ان الدوري صعب، بس حته ان انا بنافس دي لوحدها ده انجاز. حته ان الملعب ما بيفضاش من الجمهور في ظل الازمات وظل المشاكل، دي لوحدها يترفع لها قبعه. جمهور الزمالك هو درع الزمالك، هو حصن الزمالك، هو اللي هيجيب الدوري ان شاء الله ان ربنا اراد ان احنا ناخده. واحنا من اول الموسم كل الزملكاويه متفقين احنا مش عايزين الدوري، احنا عايزين نشارك دوري ابطال. وواحده واحده ربنا يرزقنا ان شاء الله. ربنا يرزقنا الاجتهاد والتعب والرجوله بتاعت اللعيبه ورجوله الجمهور اللي في ظهر اللعيبه ورجوله معتمد جمال. ان شاء الله ربنا هيكرمنا. مجلس الاداره بس يفك الكيس ويطلع مكافآت اول باول. هي الفتره اللي فاتت ماشيه مكافآت اول باول على حسب ما الواحد بيقرا في الاخبار. لو كملت على كده ان شاء الله الزمالك مش بعيد على ربنا ان شاء الله ان هو يرزقنا بالدوري ان شاء الله. ولو ما خدناش الدوري انا مش هزعل. يعني لو خدناش الدوري اظن ما فيش زملكاوي هيزعل، بس نشارك دوري ابطال ان شاء الله. هي ماشيه وعايزانا وبتنادينا ويا رب نستغلها بجد بجد. الواحد بيبقى اسعد يوم في حياته لما الزمالك بيكسب، وخصوصا بقى لما يكسب باداء وبرجوله وبينافس. يا ربنا يتمها علينا على خير يا رب. ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله.